هل ممكن فكرة صغيرة في دماغك تدمرك من غير ما تاخد بالك وانت عايم في مية البطيخ؟ العجيب انك ممكن تتألم من حاجة ما حصلتش وتفرح بحاجة لسه ما جاتش. العلم بيقول ممكن، لان دماغك مش بيفرق بين الخيال والواقع. يعني لو تخيلت موقف محرج جسمك هيتعامل كأنك فعلا موجود في الموقف ده، وكورتيزول بقى ويلا ماسورة هرمونات ضربت وانت قاعد مكانك ما حصلش حاجة. لو افتكرت كلمة جرحتك من سنين هتلاقي قلبك بيتقبض كأنها لسه اتقالت. طيب ازاي ده بيحصل؟ وليه افكارنا احيانا بتكون اخطر علينا من الواقع نفسه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي بعد ما تاخد نفس عميق من الاكسجين النقي. في دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي جابوا مجموعة وعرضوا عليهم صور مؤلمة، جروح، حوادث، صور صعبة زي اللي بنشوفها في السودان وغزة مثلا. الدماغ استجاب فورا، مراكز الألم في المخ قالت هوبا يلا نشوف شغلنا كأن الشخص بيتألم بجد. المفاجأة بقى لما الباحثين طلبوا من نفس الأشخاص إنهم يتخيلوا الصور من غير ما يشوفوها، عارف إيه اللي حصل؟ نفس مراكز الألم اشتغلت تاني بنفس الطريقة. يعني مجرد خيال خلى الدماغ يتصرف كأن الألم حقيقي. النتيجة المرعبة هي إن دماغك مش عارف يفرق بين اللي حصل فعلا واللي انت رسمته بخيالك، يعني منجة بالعجوة. طيب ليه؟ لأن دماغك مبني على أساس إنه يحميك مش عشان يحلل. في حاجة اسمها اللوزة الدماغية، ودي الجزء المسؤول عن الخوف والإنذار، بتشتغل وتعلن حالة طوارئ أول ما تحس بأي خطر، حتى لو كان مجرد أفكار ملهاش وجود غير في دماغك بس. ساعتها هرمون التوتر يجري في الدم، ضربات قلبك تزيد، نفسك يتسارع، إيدك تعرق. الخيال البسيط بيتحول لتجربة جسدية كاملة. الدماغ ما بيقولش استنى ده مجرد وهم، لا، هو يتعامل معاه كأنه تهديد حقيقي ويضرب في المليان وهو على الديك في وشك. وده بيفسر ليه كتير مننا بيصحى من كابوسه وهو عرقان وخايف، رغم ان كل حاجة كانت جوه دماغه بس، والحقيقة انه كان نايم ومرحرح. افتكر نفسك قبل امتحان مهم طول الليل تتخيل الرسوب، تقوم تلاقي بطنك وجعاك ومش قادر تذاكر مع انك لسه ما دخلتش الامتحان، ما تعرفش حتى الامتحان صعب ولا سهل. او قبل مقابلة عمل تقعد تتخيل انك هتتلخبط وتتحرج ومنظرك هيبقى زبالة، فتصحى يوم المقابلة تتوتر عرقان ومش عارف تتكلم وتتلخبط فعلا ومنظرك يبقى زبالة. حتى في ابسط المواقف زي انك تتخيل كلمة جارحة من شخص بتحبه بتتوجع كأنها اتقالت فعلا. ده مش خيال عابر، ده سجن اسمه الفكرة السلبية. يعني كتير من اوجاعنا مش من الحياة نفسها لكن من الافلام اللي بنعرضها جوه دماغنا، بس ممكن تستخدم ده لصالحك. النهاردة الرياضيين الكبار بيقعدوا يتخيلوا السباق قبل ما يبدأ، فبالتالي دماغهم يتعامل مع الخيال كأنه تدريب حقيقي، وده بيخلي أدائهم في الملعب يتحسن كتير جدا على أرض الواقع. وفي الطب بيستخدموا التخيل الإيجابي في العلاج السلوكي لتقليل الإحساس بالألم. يعني الخيال ممكن يكون أداة قوية رهيبة ترفعك، أو أداة تدمير بطيء تخسف بك الأرض. طيب نعمل إيه؟ الحل إنك مش توقف الخيال لأن ده شيء مستحيل، لكن تدرب دماغك يستخدمه في صالحك. دلوقتي جرب حاجة بسيطة، غمض عينك وتخيل إنك واقف قدام مجموعة كبيرة من الناس، تمام؟ وتخيل نفسك ناجح وهادي وواصل لهدفك. عيش تفاصيل الصورة كأنها حقيقي، صوتك، مشيتك، ثقتك بنفسك. انت كده بتبرمج دماغك على نسخة جديدة منك. ولو كررت التمرين ده كل يوم 5 دقايق دماغك هيصدق الصورة وهتبقى اقرب للواقع، لان ببساطة دماغك مش هيفرق بين اللي حصل واللي انت زرعته جواه. الخيال مش رفاهية، الخيال قوة. فكر، هل انت بتستخدم خيالك كعدو ولا كأداة سرية للنجاح؟ القرار عندك انت. قول لي بقى، مين المحظوظ اللي دايما موجود في تخيلاتك؟ شاركنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ادعمني بلايك واشترك في القناة. سلام.